السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نوجد لكم هاد البطبوط الصغير، ميني بطبوط. كيجي صراحه رائع رائع البنات، وطريقه مختلفه باش تنسموا البطبوط ديالكم، وتيجي صراحه لذيذ بزاف. هنايا يعني في العجانه غادي ديروا واحد 500 حتى 600 غرام ديال الدقيق على حسب نتوما شحال باغيين ديروا ديال البطبوط. وغادي ديروا خميره، شويه ديال الزيت والملحه، وتحطوه يتجن. المهم يتسدلك مزيان مزيان. القوام ديالو ما يكونش يعني ثقيل، يكون هكا خفيف شويه. هنايا راه ما خليتوش تسدلك مزيان. علاش؟ حيت غادي نقسم العجينه على 3 وغادي نقسمها كل وحده. شنو غادي ندير فيها؟ وحده غادي ندير فيها لي زيبينار، وحده غادي ندير فيها الزيتون الكحل، وحده غادي ندير فيها شويه ديال الهريسه. اللي ما كيبغيش هريسه يقدر يدير الفلفله هكا الحمراء مقطعه رقيقه وبيعجنها. يعني المره الثانيه كل كره من هادو اللي قسمت غادي نعجنها مع الحاجه اللي انا باغا نديرها. كما كتشوفوا هنا غادي نرجع هنايا في البلاصه اللي كنعجن فيها دائما. درت لي زيبينا وغادي ندير العجين. غادي نردو يتدلك، غادي نزيد عليه شويه ديال الماء باش هكا القوام ديالو يكون خفيف شويه، ما يكونش ثقيل. وهنايا غادي ندير الكره الثانيه ودرت الزيتون. هاد الزيتون نحيد ليه العظم، مع انه دائما تندير الزيتون اللي كيكون بلدي باش كيطلق لينا اللون. الا درتو داك الزيتون اللي كنديرو فوق البيتزا ما غاديش يطلق لكم اللون. صافي هنا من بعد ما تدلكات العجينه اللي خلطت معها لي زيبينار، كما قلت لكم زدت فيها شويه ديال الماء. شو القوام ديالها كيفاش ولا. صافي دابا غادي ندير الكره اللي بقات عندي الاخيره، وغادي ندير معها الهريسه. اللي كيبغيو الحار يعني راه غادي تعجبهم الهريسه، وكتعطي داك اللون زوين. وديال الزيتون البنات رائعين بزاف بزاف. هنايا كنجيب شويه ديال الزيت اولا شويه ديال الماء اللي بغيتو، وكندهن به يديا هكا باش ما كتبقاش تلصق ليا العجينه، حقاش كتكون خفيفه، باش ما كتبقاش تلتصق ليا هكا بيدي. هنا بغيتو تطلقوها بالمدلك وتقطعوها بالقطعه. المهم انا كنفضل انني نقطعهم كرات صغيورين ونقرصهم تيجيوني ساهلين، ما كنبقاش نحيد في العجينه ونعاود ندلكها وهذا. المهم تنقطعهم من الاول، ومع العجين تيكون خفيف كيجينا الساهل اننا نقرصو. هنا كل كره من هادو درتها يعني قسمتها على 8. صافي وغادي نجيب شويه ديال الدقيق وغادي نكورهم كما كتشوفوا. غادي نحطهم على جنب حتى غادي نكمل يعني هاد العجين اللي عندي كامل. هذا ديال الزيتون، شتو البنات كيفاش كيولي اللون ديالو بني، حيت الزيتون بلدي هو اللي كيطلق هذا اللون هذا. الا درتو الزيتون اللي كيكون مقطع اللي هو الخاص بالبيتزا ما غيعطيكمش هذا اللون نهائيا. يعني غادي يبقى يبان لكم في العجين هو ابيض ويبان لكم الزيتون راه كحل. يعني عادي ما غاديش يدير لكم شي فرق. ولكن ملي كديروا الزيتون اللي كيكون بلدي تتحيدوا ليه العظم، وكاين الزيتون بلدي اللي كيتباع محيد ليه العظم. صافي هنايا شكلتهم يعني هكا كويرات. يعني هادو ديال الزيتون، هادو ديال لي زيبينار، وهادو ديال يعني الفلفله الحاره اللي هي الهريسه. صافي البنات وغادي ندوز باش غادي نقرصهم. غادي ندير شويه ديال الدقيق يعني في هكايا فوق الرخامه. صافي وغادي نقرصهم كما كتشوفوا. كتجيني انا هاد الطريقه السهله ملي كتكون العجينه يعني مرخوفه، كتجيني هاد الطريقه سهله حيت نكوروهم هكا وكنحطوهم يرتاحوا. صافي وكنبداو نقرصوا فيهم. هنا موجده واحد المنديل حدايا. صافي وغادي نحط فيه هاد البطيبيطات هادو، وغادي نكملهم كاملين كما كتشوفوا. صافي وغادي نبدا نطيب فيهم، نخليهم غير واحد شويه ونبدا نطيب فيهم. هنا راني حطيت المقله كتسخن. صافي وغادي ننزل فيها هكا البطيبيطات الصغيورين، ومجرد ما ننزلهم يعني في المقله غادي بالزربه غنعاود نقلبهم، ما نخليهمش يتنفخوا باش هكا كيكونوا كيجيونا منفوخين وكيجيو خاويين من الداخل. كيجيو زوينين البنات هادو اللي بلي زيبينا، غير جربوهم.
المهم انا غادي نكمل يعني هاد الكميه اللي عندي كامله ديال البطبوط اللي بلي زيبيناغ واللي بالزيتون واللي درت فيهم الهريسه. كما كتشوفوا هادو ديال الزيتون كيجيو صراحه رائعين زوينين، اكثر وحدين كيعجبوني بزاف هما هادو اللي فيهم الزيتون. تقدروا تزيدوا فيهم حتى شويه ديال الزعتر الا بغيتوها البنات. وصافي دابا البنات من كملتهم كاملين طيبتهم كما كتشوفوا هما هادو وحليتهم هكايا بالموس. شو كيفاش كيجيو خاويين من الداخل، يعني واخا تيبانوا لكم منفوخين ولكن راهم خاويين زعما. صافي هكا انا راهم موجودين باش غادي نعمروهم. هنا غير كنوريكم كيفاش كيجيو. وداك شويه ديال الزيت اللي كنزيدو فيهم يعني في العجين كيعطيهم واحد الرطوبيه زوينه، ما تيجيو لا قاصحين لا والو، كيجيو هشاشين. هادو اللي بالهريسه واخا ما جاوش حارين بزاف، الهريسه ما حاراش. صافي دابا البنات غادي ندوز باش نشارك معكم الحشوه اللي غادي ندير فيهم. بالنسبه للحشوه عندي هنايا الخس مقطع، المهم حيت انا عندي كميه كثيره ديال البطبوط. هنا الخس مقطع يعني بكميه كبيره، وعندي المايونيز، عندي الزيتون كحل مقطع، وعندي شويه ديال الطون، عندي الذره، وعندي الفرماج. الفرماج ما احتاجيتش صراحه ديك الكميه كامله، كنت في الاول باغا نخلط الفرماج لداخل ولكن من بعد ما بقيتش درتها. يعني الفرماج ما غاديش تحتاجوا هذاك، تقدروا ما تحتاجوش نهائيا حيت ما درتوش في الحشوه. صافي هنا المايونيز مع الزيتون ومع الذره ومع الخس كنخلطهم هكا باش داك المايونيز كيتلبس في هذا الخس كامل وتيولي لذيذ. صافي وغادي نزيد هاد الطون هذا اللي كتشوفوا. كنحاول انني نصفيه من هذاك الزيت. صافي وغادي نخلطهم يعني مع بعضياتهم مزيان مزيان. المايونيز يمكن لكم يعني الا بغيتو تستغناو عليه تقدروا تستغناو عليه، اللي ما كيعجبهمش تقدروا تعوضوه هكا بالفرماج ولا شي حاجه بحال كتشدوا الفرماج مثلثات وتطحنوه وتخلطوا به. يعني هاد الخس هذا بغيتو ديروا مايونيز يعني اللي كيدار نيت بالفرماج والحليب، اللي كنديروا فيه كاس ديال الحليب، 4 ديال الفرماجات، كاس ديال الزيت، شويه ديال الملحه وشويه ديال الخل حتى هو كيجي زوين. كديروا كلشي في الخلاط الكهربائي وكتدوروا، كتخلي الزيت هو الاخير، كتبقاو تزيدوه بحال الخويات من الفوق. ومن تكملوا الزيت اللي عندكم كديروا قطرات ديال الخل حتى هما تيجي صراحه داك الفرماج كيجي زوين. صافي هنا جبت البطبيطات اللي طيبتهم وغادي نعمرهم. هنا البنات راني كنت صايبتهم نهار قبل ولا غد لهي عاد باش درت الحشوه، وبقاو البنات زوينين ورطبين، ما درتهم لا في الثلاجه لا والو، غير غطيتهم وحطيتهم هكا في يعني على جنب. صافي هنا غادي نعمر يعني البطبوط. هنا كنعمر مزيان. شتو هادو اللي بالزيتون شحال اللون ديالهم تيجي زوين، والعماره صراحه كتجي معاهم زوينه. صافي المهم الحشوه ما قداتنيش ليهم كاملين، من عاود درت هاد الحشوه اللي وجدتها وعاود زدت واحد شويه بطبيطات ماشي صغيورين بزاف، يعني بين وبين ماشي من الصغار، يعني هزات ليا هزوا لي يعني الحشوه يعني كثيره. ولكن عندي 8 في كل لون، 8 في 8 في 8 وماشي صغار، داكشي علاش هزات ليا الحشوه يعني كثيره. غنعمر وحده اللي فيها نيزيبينا حتى هي. بغيتو ديروا البنات الحشوات مختلفين، يعني ديروها وحده هكا، شي ديروا فيه مثلا لي كروفيت، شي ديروا فيه مثلا الكفته ولا هذا، راه تا هما غادي يجيوكم زوينين. بحال مثلا هادو ديال الهريسه ديروا فيهم الكفته وشي حاجه اولا الدجاج
يعني شي حشوه اللي يكون فيها الدجاج اولا الكفته. هادو ديال الزيتون صراحه انا كنفضلهم بحال هكا يعني بالطون. ديال لي زيبينغ تقدروا ديروا فيهم حتى ما يعني شي عماره اللي تكون فيها الجبان وهذا. المهم يعني كاينين بزاف ديال الافكار. وصافي البنات من كملتهم كاملين كيكون هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما عمرتهم. كيجيو زوينين البنات وكيجيو هشاش وبنان مختلفين على البطبوط اللي كنديرو دائما يعني عادي. انا وليت صراحه دائما فاش كنبغي ندير لا الخبز لا البطبوط لا اي حاجه وليت كنسمهم، ما بقيتش كنقدر ناكل الخبز عادي ما فيه حتى شي حاجه. يا اما ندير خبز ببصله يا اما نديرو بلي زيبيناغ والجبن. مهم دائما بحال هكا. الفرماج اللي شفتو درت شويه منه هنايا، يعني داكشي اللي قلت لكم انا ما غاديش تحتاجو بزاف لحقاش ما درناش في الحشوه. وهنايا يعني احتاجيناه غير احتاجيتو غير التزيين وتقدروا تستغناو عليه ماشي ضروري. نتمنى ان شاء الله البنات يعجبوكم، وإلا عجبوكم المهم جربوهم وشاركوا معايا الاراء ديالكم تعاليقكم. صراحه راه زوينين بزاف بزاف وغادي ينفعوكم ان شاء الله وغادي يعجبوا الوليدات حتى الا ما كانوش كيبغيو ياكلوا لكم بطبوط معمر. غادي يشوفوه بحال هكا ملون ومقاد عجبهم الحال وغادي يقدروا ياكلوه. وصافي هادشي اللي كاين البنات. نتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم الفيديو ويكون خفيف ظريف على قلبكم. هادشي اللي كاين البنات. المهم انا غنوليكم السلام عليكم حتى نتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله. وتسناو واحد الفيديو ديال الدجاج غادي يعجبكم بزاف. السلام عليكم.